السلام عليكم. هذه احسن اخبار غادي تسمعوا اليوم. المغرب يترشح مع اسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030. السيدات والسادة، من هذا المنطلق أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030. في صراحة خوتي، هذا التنظيم مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال عمره كان شي واحد كيتخيلو نهائيا في تاريخ كرة القدم. وهذا التنظيم اخوتي كيحمل واحد الرسالة سياسية لربط افريقيا باوروبا. يعني حنا كنبينوا اليوم بلي ان اوروبا وافريقيا والعرب يعني راه واحد، راه مشاتي يامات ان اوروبا يعني شي حاجة او العرب او افريقيا يعني شي حاجة صغيرة. يعني كنبينوا اليوم بلي ان راه حنا واوروبا سواسية. وبالنسبة لهذا التنظيم غادي يكون ان شاء الله في سنة 2030. وهذا التنظيم اللي فيه المغرب وإسبانيا والبرتغال كاين ملف آخر اللي فيه مصر والسعودية واليونان. لحسن الحظ هو حظوظ ملف المغرب اللي فيه المغرب وإسبانيا والبرتغال غتكون أقوى وأكثر حظ من ملف مصر والسعودية واليونان. حيت حنا عارفين بلي ان المغرب يلاه فايتلو نظم كأس العالم للأندية، وراكم كاملين شفتوا التنظيم كيفاش كان، جاهزية الملاعب كيفاش كانت، الفنادق، الاستقبال ووسائل النقل، يعني كل شيء كان رائع. وحتى في التتويج داكشي كان روعة ولا في الأحلام. تنظيم زوين، كلشي داز زوين. وعاد واحد الحاجة اللي مهمة بزاف هو هوس المجتمع المغربي بكرة القدم. وكذلك اسبانيا تما حنا عارفين الكرة الاسبانية كي دايره، حنا المغاربة وكنتفرجوا في الكرة الاسبانية تما عندهم كرة رائعة. وعاد زيد البرتغال، يعني ملف قوي ومفرقع. وزلزل لي الجزائر تزلزلات. هادشي علاش حنا كنشوفوا الجزائر دايره واحد الحملة شرسة في الاعلام ديالها على القجع. فما كتدخل الاعلام ديالهم كتلقى شاهد فضيحة القجع، شاهد كذا. غير حاجه بغيت نقولها الاخوان هو ان الاخوان الجزائريين اللي معنا في الصفحه نتوما خوتنا وحبابنا، ولكن حنا كندويو على النظام ديالكم هو اللي كيهاجمنا وديما يعني كيحاول يتدخل السياسه في داكشي ديال الصحراء وداكشي يعني مس بمقدسات الدوله. حنا بالنسبه لنا الصحراء راه شي حاجه مقدسه، يعني ارض ديالنا. ولذا كنصح الناس اللي كيبقاو يهاجموا المغرب على الصحراء ديالو يبعدوا منا، يخليو المغرب غادي في الطريق ديالو، والله يسر الامور. دابا نتوما غادي تناقزوا وتقولوا لي وها هو المغرب كاع نظمت كاس العالم في 2030 وحنا شنو استفدنا؟ ما كنستافدوا والو. لا سيدي، الا نظمنا كاس العالم مونديال 2030 غتكون استفاده كبيره بزاف. وانا غنعطيكم عده امثله. اول حاجه هاد التنظيم المشترك بين المغرب واسبانيا والبرتغال يعني كيبقى ملف واحد مشترك، يعني عنده بزاف ديال الاهداف. اول حاجه انا ندوي معكم على الاهداف الاقتصاديه. غادي ينظم المغرب، الشباب المغربي غادي يخدم سواء داخل البلاد او خارج البلاد في اسبانيا او البرتغال، حيت هذا الملف راه مشترك. يعني بنادم غيخدم في الاستقبال، في المطارات، في توجيه الناس الملاعب، فنادق، في المطاعم، يعني غيكون رواج والاسواق محركه والعمله الصعبه غادي تدخل عندنا. ثاني حاجه تعريف بالمغرب، يعني كاينين دول اللي ما عارفينش المغرب فين جا. وملي غتكون هاد البلبله الاعلاميه المغرب اسبانيا، بنادم كيبدا يقلب على المغرب وكيعرفوا فين كاين، المدن ديالو كي دايره. هنا كتولي لعبه السياحه، يعني بنادم كيبغي يشوف المغرب فين جا واش فيه. هنا غتولي السياحه عندنا مزدهره، وملي كتزدهر عندنا السياحه راه الازدهار كذلك كيزدهر والعمله الصعبه كتدخل عندنا. وهادشي كامل اللي قلنا لكم راه ما غاديش يعجب الاخوان ديالنا والجيران في الجزائر.
حتى ما غيرضاوش. غيشوفوا المغرب كيفاش او علاش اوروبا هما كيحاولوا يعني يوسخوا الصوره ديال المغرب مع اوروبا، خاصه بان الجزائر تحالفات مع فرنسا، كيبينوا ان المغرب راه ما عندوش حقوق الانسان، ان هذه ما عندناش، هذه لا. ولكن المغرب ديما كيخرج لهم من الجنب وكيبين لهم بلي انه راه غادي في المجال ديالو وفي الطريق ديالو، سواء رضاو اخوان ديالنا الجزائريين او ما رضاوش، حنا راه غادي في الطريق ديالنا. حنا مدى ليهم يد المساعده، هما ما بغاوش، بغينا نفتحوا معهم الحدود ونكونوا كدوله واحده ونمشيو بعيد وجيران. هما لا، كيحاولوا يدخلوا البوليزاريو والصحراء من هنا والسياسه باش يبقاو الشعبين منفصلين. والحاجه اللي طرقات الجزائر المراره هو ان المغرب غادي ينظم كاس افريقيا 2025. هنا المغرب غادي يبين لهم بلي ان الملاعب والتنظيم جاهزه لاستقبال مونديال 2030. يعني داكشي اللي عندنا غادي نبينوه للعالم كامل، وغادي نبينوا لهم بلي اننا كنستحقوا هذا التنظيم المشترك مع اسبانيا والبرتغال. المهم الدلاله ديال هذا الملف المشترك خاصه بالنسبه للمغرب هو كتبين المكانه الاستراتيجيه للمغرب في اوروبا، حيت كتبين ان المغرب قريب لاوروبا، وغادي يكون ضربه قاضيه للجزائر وفرنسا اللي عياو ما يوسخوا في صوره المغرب. والمغرب كيجيهم بطريقه فنيه غير بالكره، ويبين لهم بلي انه راه عنده المكانه ديالو وغادي في الطريق الصحيح. المهم حنا مبروك علينا التنظيم، مبروك علينا التنظيم، وان شاء الله في الازدهار والتطور ان شاء الله. وانتوما اشنو بان لكم؟ اين ملف غادي يربح؟ واش ملف المغرب والبرتغال واسبانيا، ولا ملف مصر السعوديه اليونان؟ خليو لي التعليقات ديالكم في لي كومونتير ونشوف الاراء ديالكم. تلقاو في فيديو جديد.